مساء الفل على احلى اصحاب في الدنيا. شكرا لكل متابعينا والمتابعين الجدد. ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك للقناه. وبيبتدي فيلمنا ببيتر اللي بيهرب من عملاق المدينه وماسك في ايده السمك علشان يحصل على الفيل. وكل ده ليه؟ بيتر كان عايش في مدينه اسمها باليتس، وكل شيء في المدينه ممكن بالسحر لحد ما المدينه انطفت وابتدت السما تغيم. وبيتر كان عايش في البلد دي وكان يتيم ورباه جندي وعلمه كل مهارات القتال. وكان نفسه بيتر طبعا يلعب مع العيال اللي زيه. اما الجندي العجوز قال له انت لازم تكرس حياتك لحياة القتال. وبيتر كل يوم بياخد عملة من الراجل الكبير، بيجيب بيه خبز قديم وسمك صغير، وابتدى يروح يشتري السمك لحد ما الفلوس وقعت منه. ولما وصل لها لقى هناك خيمة حمراء، وابتدى يقرا الورقة اللي عليها ان هنا اجابة الاسئلة الصعبة مقابل عملة واحدة بس. وفتح الخيمة لقى ترابيزة وكرسيين، ودخل هناك عشان كان عنده سؤال هيغير مجرى حياته. ابتدت تظهر العلمة وتقول له مستعدة تفقد فلوسك مقابل جوعكم النهارده؟ وساومته قالت له يوم واحد من غير اكل ولا حياتك كلها من غير اجابه السؤال. وابتدى يقعد بيتر ويديها الفلوس، واول ما لمست ايده قالت له هي حيه على فكره. فاستغرب بيتر قوي وقال لها انت عرفتي ازاي؟ قالت له مقابل عمله واحده سؤال واحد خد بالك. فقال لها قولي لي ازاي الاقي اخت؟ قالت له ايوه هو ده السؤال المناسب. كان في حرب وكان مامته بتولد وولدت بنت وشالها بيتر، وبعدها اخد الجندي ومامته واخته سابهم في الحرب. فردت عليه اجابه من كلمتين اتبع الفيله. وابتدى بيتر يتخانق معاها يقول لها انت خدتي فلوس اكل النهارده والاجابه مش مفهومه ازاي ده؟ وبيتر ما كانش عنده حل غير ان هو يروح للفيله. واول ما روح قال لفيلنا العجوز اللي مربيه على كل اللي حصل، فقال له انت هتموتنا من الجوع علشان اختك اللي ماتت؟ انا ما انقذتش غيرك انت يا بيتر. وابتدى يقول له على كتاب قصص اسمه رومابين دي شميد، خليكم فاكرين الاسم ده عشان هنرجع له تاني. وحاول جده يفهمه ان هنا ما فيش افيال، ولكن هو مصمم ومسك في الكلمه. وابتدى يسمع القطط وياخد المنظار عشان يشوفها. وجد العجوز قال له مقابل جوعنا النهارده هتسمعنا خطوتك العسكريه الجميله يا بيتر. وابتدى يروح يجي حتى الجيران ابتدت تتضايق منهم، ولكنهم للاسف اتاقلموا على ده. وابتدى ينده بيتر ويساله في ايه، راح قال له اللي حصل. وابتدى فعلا بيتر يصعب على جيرانه. وفي المدينه ساحر نص كم ومعظم حيله بتفشل والناس بتمل منه جدا. وبيعمل اخر حيله وبيستعمل تعويذه قويه قوي عشان يفرفش المدينه. وقع على الست الجميله من السقف فيل قد الدنيا. وبيتر نايم بيحلم باخته، ونزل تاني يوم يدور على الخيمه الحمراء ولكنه ملقاهاش. ولقى ناس كتير بتتكلم على الفيله وابتدى يسالهم، قالوا له لا دي اتحبست هي والساحر. وابتدى يمشي فرحان متمخطر علشان حاسس ان هو هيلاقي اخته، لان في علاقه ما بين الفيله واخته. وابتدى يسح في المدينه، ولما وصل لقى جاره بيقول له ان في فيله جت، وقال له انا هساعدك كمان يا بيتر اني اوديك للكونتيسه بتاعه البلد. وفضل الساحر يعمل سحر بس في غير موقعه. وراحت له الست العجوزه وقالت له انا رجلي في ذمه الله. فقال لها هو انا عارف اخرج من هنا علشان اكسر لك رجلك ولا ارجعها لك؟ ودخل جار بيتر ليوماتين يكلم الكونتيسه انهم يطلقوا سراح الفيل، ولكن كلهم عليه ازاي يا عم يا مجنون انت نطلع الفيل ده يخرب الدنيا. وليوماتين جار بيتر ملقاش فيها فايده، قال يروح يبعت برقيه للملك لان الملك ده بيموت في الافتكاسات. ولما بعت له فعلا البرقيه فرح جدا وابتدى يقول لهم انا جاي. وابتدت المدينه تحضر استقبالها للملك. وابتدى ماتين ياخد بيتر لمكان الاستقبال، والحراس ابتدوا يقدموا له الفيل اللي هو جاي عشان يشوفه. كانوا ملونينه ايه زي الفل. وابتدى الفيل يتعصب عليهم وكله طلع يجري، ولكن بيتر لاحظ حاجه في عينيه، ان عينيه ابتدت توجعه. وابتدى يروح له قبل ما يقتلوها وحط لها فوطه فيها ميه علشان يمسح الالوان اللي بوظت له عينيه. وابتدى يمسحها، وابتدى الفيل ياخد جردل الميه ويحمي نفسه. ولما الكونتيسه شافت الكلام ده طلبت من بيتر يفضل موجود جنب الفيل. راح بيتر قال لها لا انا جاي هنا علشان اخد الفيل بنفسي. والملك قال له انت جيت في ملعبي، الحاجات المستحيله دي بتاعتي انا. قال له هديك الفيل لو عملت 3 حاجات مستحيله. وابتدى يقول له اول مهمه انك تقاتل اقوى جندي السيوف، واداله سيف اتقل منه. وساله مستر ماتين عندك خبره في القتال؟ وقال له لا انا عمري ما قاتلت قبل كده، كنت بتدرب بس برجل المكنسه. قال له ما تقلقش هاخدك ونتعلم سوا في البيت عندي. وفي ميتم بنات بتحلم بنت بالفيله وبتصحى وتروح للمربيه بتاعتها وتقول لها على اللي شافته. وابتدت تقول لها دي حاجه كويسه قوي بس انا ما بامنش بالاحلام. وحتى الفيل بيصحى من حلمه وابتدى يلاقي بيتر جايب له تفاح وخريطه وبيقول له شاور لي على المكان اللي فيه اختي. فاكر ان الفيل اول ما يحط زلمته على الخريطه هيقول له اخته فين. وابتدى بيتر المعركه ومستر ماتين بيشجعه، وخصمه اسمه ديت شمات. واول ما شافه بيتر طلع يجري وهو مش قادر يشيل السلاح اصلا. وفضل يجري علشان يجيب الكتاب اللي كان في بيت الراجل العجوز. وابتدى يشتري سمكه وهو بيجري لحد ما وصل البيت وقالها جده بالقطط. واما بيتر اخد الكتاب وراح يواجه ديت شمات، وابتدى يقول له بص في الكتاب بص في الكتاب، وهو مش شغال ولا ايه؟ ويحاول تاني، والحمد لله عينه جت على الكتاب. وابتدى يفتكر ان ده كتابه اللي كانت بتحكي له مامته منه حكايات. وابتدى يشكره وبيكسب بيتر المعركه في انه
انه كسب قلب ديدي شمات. ودي لحظة اول الفيلم، وده الكتاب اللي كان بيقراه الراجل العجوز لبيتر. وبما ان بيتر كسب اول حاجة مستحيلة، نيجي لتاني حاجة مستحيلة. قال له الملك بكرة نشوفك وانت بتطير يا بيتر، وبقى تعالى قابلني. وابتدت ريتا تطلب من المربية بتاعتها تروح للفيل، وبيتر بيحاول يرسم ويحاول تاني وتالت، وجده العجوز بيقول للجندي ما بيطيرش، هتموت كده وهتقع على جدور رقبتك. واما مستر ماتين ومراته بياخدوا بيتر وبياكلوه. وبيفتكر العجوز الحرب، واول ما دخل انقذ بيتر وبيضطر يسيب اخته ومامته، وكل اللي في المكان اتحرق، فهو متاكد 100% ان اخته ومامته ماتوا. وتاني يوم كل البلد مستعده تشوف بيتر وهو بيطير من على اعلى قمه في البلد. وحاول بيتر ان هو يطير، ولكنه وقع ولحق نفسه، وابتدى وهو بيقع يفتح الباراشوت وطار فعلا، وحتى العجوز انبسط بيه جدا. اما الملك قال له انت نجحت في المهمتين، التالتة دي مستحيله فعلا، ان انت تخلي الكونتيسة تضحك. عماله اقول لها في نكت من الصبح ومبوزه كمان. وفي نفس الوقت جت ريتا هي والمربيه بتاعتها عند الفيل، قابلوا بيتر ومشوا. وجه العجوز قال لبيتر تصدق يا بيتر ممكن اختك تكون عايشه، ولكني لو اخدتها ما كنتش هعرف اربيها. وابتدى يتاسف له على اللي حصل، وبيتاسف الساحر للست العجوزه على رجليها واللي حصل فيها. وفضل بيتر يدور على نكته تضحك الكونتيسة. وتاني يوم صحي بيتر وهو في حضن الفيل، وجه الوقت الحاسم ان هو يضحك الكبيره. وقال بيتر نكتته ولكنها ما ضحكتش، وابتدت تحاول تضحك علشان تجامله، ولكنها فشلت في ده. وابتدى بيتر يوضح للملك ان هو محتاج الفيل قد ايه علشان يحصل على اخت. فالملك قال له مش هديك الفيل قبل ما تضحك ست الكل. وابتدى ياخد الفيل علشان يحبسوه، وحاول بيتر يوقفهم، وابتدى الفيل يرجع في وش الملك. وساعتها ماتت الكونتيسة على نفسها من الضحك، واخد بيتر الفيل وقتها. وابتدى بيتر والست اللي رجليها عجزت من الفيل يروحوا للساحر علشان يرجع الفيل مكانه. ولكن الساحر قال لهم انا حضرت العفريت بس مش هعرف اصرفه. وفي نفس الوقت ريتا كانت بتقول للمربيه بتاعتها انا عايزه اروح للفيل تاني. وجه الساحر والمدينه كلها علشان يرجعوا الفيل لموطنها. وبالفعل الساحر عمل كده لما الناس كلها امنت بيه، وابتدى يدخل نور ربنا المدينه كلها. في نفس الوقت جه جده العجوز وابتدى ياخده وشاف المربيه وافتكرها، لانهم كانوا فاكرين انهم ميتين. وابتدى بيتر يتعرف على اخته وحضنها، وكل المدينه فرحت بلم شمل العيله تاني. وبكده يكون خلص فيلمنا النهارده. اشوفكم على خير المره اللي جايه يا صحابي.